احمد سيد زيزو الى نيوم السعودي رسميا. احمد سيد زيزو الى العرب القطري رسميا. انا بالنسبه لي يا جدعان احمد السيد زيزو لا يروح الدوري السعودي ولا يروح الدوري القطري، لان هو لو راح مش هيعرف يعمل زي ما عمل في الزمالك. ديت نصيحه، يعني انا عايز اقول ان احمد السيد زيزو اللاعب نفسه المفروض ما يفكرش ان هو لا يطلع دوري سعودي ولا يطلع دوري قطري. مبدئيا الدوري القطري كده كده دوري تعبان. دي تاني حاجه، الدوري السعودي لو راح هناك مش هيبقى اسمه مسمع زي ما هو مسمع في الدوري المصري حاليا. احمد سيد زيزو هيبقى اسطوره من اساطير نادي الزمالك، وديت فرصه ان هو يبقى بالنسبه لجماهير نادي الزمالك رقم واحد اسطوره نادي الزمالك بعد شيكابالا. ولكن بالنسبه للكره المصريه كلها، احمد السيد زيزو لو قعد في نادي الزمالك وكمل وبقى من اساطير نادي الزمالك هيبقى اسطوره من اساطير الكره المصريه غصب عني وعنك. انا دلوقتي ما بتكلمش كاهلاوي، لان لو بتكلم اهلاوي هقول لك حسين الشحات يتميز عنه بحاجات، احمد السيد زيزو يتميز بحاجات، ولكن الاثنين لعيبه كويسين جدا. ولكن انا بتكلم عن احمد السيد زيزو نفسه. احمد السيد زيزو لو راح لاي نادي تاني هيكسب فلوس، ولكن هيخسر مسيرته الكرويه انه يبقى اسطوره مصريه نقعد نتكلم عليها طول العمر. لان في الدوري السعودي فيه نجوم كتير جدا، فاسمه مش هيبقى مسمع في الدوري السعودي زي ما هو مسمع حاليا في الدوري المصري. لما يلعب في الدوري القطري ادينا شفنا واحد زي بن شرقي اللي كان من احسن لعيبه القاره هنا لما كان في نادي الزمالك، لما راح الدوري القطري ولا سمعنا عنه. فزيزو هيبقى نفس الكلام، والدوري القطري مش قوي قوي. احمد السيد زيزو فرصته ان هو يقعد مع الزمالك، لانه لو قعد مع الزمالك هياخد بطولات، كده كده هياخد بطولات. دي حاجه. الحاجه الثانيه هيبقى اسطوره النادي. غير كمان ان احمد السيد زيزو اعلى راتب في الدوري المصري، وهو اعلى لاعب في الدوري المصري كقيمه تسويقيه بالنسبه لزيزو. اما بالنسبه الاداره لو باعت احمد السيد زيزو علشان بس يقول لك الفلوس ونحل مشاكلنا، يبقى ديت الاداره عندها غباء معلم. لسبب، انت لو بعت احمد السيد زيزو عشان تحل مشاكلك، الفلوس اللي هتبقى لك مش هتعرف تجيب لاعب كواليتي عالي. وبالذات انت اصلا في الفتره الاخيره ما بنشوفش في الزمالك لاعب محترف من بره، او في نادي من بره بيجي جامد. مثلا كل اللعيبه اللي بتجيبها بتبقى لعيبه حتى لما بتجيب لعيبه من بره بتبقى امثال نضاي وسامسون واللعيبه اللي هي التعبانه دي. فانت لو بعت زيزو هتضيع فلوسه على الهبل، وفي الاخر مش هتكون استفدت لا بكواليتي كويس زي زيزو، ولا استفدت بانك عوضته باي حاجه.